الصلح مثير للجدل بين رفيق بوبكر ورشيد العلالي بعد اعتذار رسمي أعلن الممثل المغربي رفيق بوبكر يوم الخميس انتهاء الخلاف القائم بينه وبين الإعلامي رشيد العلالي، وذلك بعد اعتذار رسمي قدمه الأخير. وأوضح بوبكر في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بإنستغرام أن التصالح أصبح أمراً واقعاً بعد تواصل مباشر بين الطرفين، مؤكداً أن العلالي اتصل به واعتذر بصدق عمن صدر منه سابقاً، وهو ما قبله بوبكر، لينتهي بذلك الجدل الكبير الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية. نقول لكم راه المنشط الصحفي ديالنا خويا شلالي اتصل بيا وقال لي هذيك كانت جوج زلة لسان وما كان قاصد من خلالها والو. صافي انا فهمت الموضوع والمسامح كريم. وترجع أسباب الخلاف إلى حفل إطلاق الفيلم السينمائي كازا غيرا، حيث أطلق العلالي عبارة مازحة تجاه المنتج العالمي نادر خياط المعروف برضوان، قائلاً: من العمل مع ليدي غاغا إلى رفيق بوبكر، وهي كلمات اعتبرها بوبكر إساءة شخصية ولم يتقبلها في البداية. من جهته، أكد العلالي خلال حديثه مع بوبكر أن ما صدر عنه لم يكن سوى زلة لسان أثناء المزاح، ولم يكن يقصد الإساءة أو توجيه أي نقد شخصي للممثل، مشدداً على حسن النية في كلامه. الجمهور بدوره عبر عن ارتياحه لهذا الصلح ورحب بخطوة تجاوز الخلاف، معتبرين أن التسامح والتفاهم أساس نجاح الوسط الفني. كما رأى كثيرون أن هذه المصالحة تمثل نموذجاً على قوة الحوار والاعتذار في تجاوز سوء الفهم وإعادة الانسجام بين الفنانين والإعلاميين، مع الحفاظ على العلاقات المهنية والشخصية داخل الساحة الفنية المغربية.